كنت حكيت لك ان في الروايه اليهوديه عن هاروت وماروت الملكين اللي نزلوا من السماء واللي شافوا بنت جميله وكانوا عايزين يرتكبوا معاها المعصيه الكبرى، وهي طلبت منهم 3 طلبات، ان هم يعبدوا الاصنام او يقتلوا طفل صغير او يشربوا الخمر، وطبعا لازم يقولوا لها على اسم الله الاعظم اللي بتطلع بيه للسماء. ولكن الاهم من كده انا عايزك تكمل معايا الفيديو عشان تفهم القصه الحقيقيه شكلها ايه، مش القصه المضلله او الكاذبه اللي انتشرت عنهم. تاني يوم الملكين بعد ما سمعوا الكلام منها قرروا ان هم هيروحوا لها تاني عشان يحاولوا معاها، وهي عرضت عليهم نفس العرض. فهنا واحد من الملكين قال له بص، اخف حاجه احنا ممكن نعملها ان احنا نشرب الخمر، لان معلش يعني الاصنام ده كفر بالله والقتل ده كبيره من الكبائر، انما الخمر دوت حاجه بسيطه. فالتاني قال له طب وربنا؟ قال له الله غفور رحيم وده ذنب صغير. والملكين فعلا بيشربوا الخمر وبيسكروا، فبيعبدوا الاصنام وبيزنوا مع البنت، وفي راجل شافهم فقتلوه. فكده هم ارتكبوا كل المعاصي وبقى ذنبهم ذنب عظيم. لا وكمان اثناء ما هم كانوا سكرانين قالوا للبنت اللي اسمها الزهره عن اسم الله الاعظم اللي لما نطقته طلعت للسماء.